الراجل بيجي بمزاجه، لو ملوش مزاج وليه شوق ان هو يبقى مع البنت دي او الست دي مش هيروح. لو اتنططت قرد، لو قلعت له مالت لا مؤاخذه. شوفوا لدرجه ايه، انا صريحه لدرجه ايه اهو. هو مش بلغه زي ما قلنا، هو جاي بمزاجه، الراجل بيجي بمزاجه. هو يعني ايه بنت او ست تخطف الراجل من مراته او من خطيبته؟ يعني ايه؟ من كام يوم لسه قارين اخبار ان في بنت هي معروفه جدا ومشهوره بدون ذكر اسماء. البنت دي بلوجر، بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا ومشهوره. صاحبتها كانت مخطوبه لشخص، يقال ان هي تسببت في ان الشخص ده ينفصل عن صاحبتها واتخطبت له، وهي كانت حاضره كمان خطوبه صاحبتها. وارد ان يكون ده حصل، وارد ما تكونش ده حقيقه، كلام السوشيال ميديا كتير محدش عارف. بس هو في الاول وفي الاخر الناس اعتبرت ان هي خطفت عريس صاحبتها، خطيب صاحبتها، واتخطبت له. دي حاجه. من فتره طويله جدا كانت برضو بنت مشهوره بلوجر بدون ذكر اسماء، بغض النظر ان احنا بس بنذكر يعني ناس واقعيه حصلت ده فعلا، ولو عملتوا سيرش هتلاقوا ده. بس بغض النظر عن كده ده موجود في الواقع يعني كتير جدا وبيقال نفس الطريقه. اوكي، فبنت برضو بتقدم محتوى فيديوهات، اتجوزت واحد متجوز ومخلف ومعاه اولاد، وهي ما شاء الله بقى معاها اولاد منه دلوقتي، والاتنين عايشين تمام جدا. برضو وقتها طلعت ترند كتير جدا وحصل عليها كلام مش كويس، وانتي خطفت رجاله، وانتي عملتي، وانتي خربت بيت، وانتي سويتي، وانتي رغم ان مفيش اي خراب للبيت. يعني ما طلقش مثلا كمان الاولانيه، ورغم ان ممكن يطلق الاولانيه على اساس حاجات تانية، مش شرط تكون بسبب الزوجه التانية، عشان بس انه برضه عادلين، وممكن جايز. لكن في الاول وفي الاخر بالنسبه للواقعه دي تحديدا هو ما طلقش الاولانيه، بل عايش معاهم، بل اصلا ما شاء الله التلاتة يعني متصورين مع بعض، هي ودرتها زي ما بيقولوا، يعني الزوجه الاولانيه وهو كمان، وبالاولاد بكله. الناس احرار، فهو عشان يتجوز جوازه تانية او تالتة او رابعه معنى كده ان واحده جت خطفته؟ انا نفسي افهم مبدا اساسا الفكر ده. يعني ايه الفكر انه المجتمع بيقول على البنت او الست اللي هي بتتجوز رجل متزوج وتبقى زوجة تانية او تالتة او رابعة، اللي ربنا والشرع حلله بشروط اكيد وبحاجات معينة ما علينا منه دلوقتي، بس المهم يعني ربنا حلله، ليه نقول ان هي كده خطفت راجل؟ ويعني ايه اصلا تخطف راجل؟ وبالنسبة للراجل ده هو يعني مش فاهمة يعني موقعه فين من الجملة اللي هي خطفت ديت. وفي نفس الوقت برضو الواقعة الأولانية إن واحدة تخطف خطيبها، خطيب صاحبتها أو خطيب واحدة أو كذا أيا كان. هو ده أنا جاي أتكلم فيه النهاردة بقى. فتعالوا بصوا بقى، عشان الموضوع ده عايز له قعدة، فأنا قررت ألبس لكم الزونت كده ونتكلم بقى، عشان الموضوع ده أصلا فارسني بقاله يعني سنين، وكنت عايزة أتكلم فيه لأن إحنا في مجتمع أنا مش عارفة هو بيفكر إزاي في الموضوع ده. انا نفسي اعرف يعني ايه بنت او ست تخطف راجل. هو انا عايزه بس اسال سؤال، هو الراجل ده نغه يا جدعان؟ الراجل ده لسه بياخد الرضع من ماما؟ بجد والله العظيم الراجل ده مش فاهم مثلا يعني اي بنت او ست ممكن تتدلع وتناغش وتعمل والجو اللي احنا عارفينه ده، او تلبس اللي على حبل. طب بالنسبه اللي في البيت هي مش لابسه له على حبل ولا على مش عارفين؟ ما في ستات ساعات بتتغير بعد الجواز للاسف، زي ما في رجاله بتتغير بعد الجواز في معامله وفي حاجات كتير وفي اهتمام و كذلك في ستات بتأثر بطريقه غير طبيعيه طبعا. فبالتالي طبيعي ان هو ممكن يضطر يتزوج زوجه تانية. مش عايزين نقول يضطر يبص لبره، لا هنقول ان هو محترم وعايز يتزوج زوجه تانية، مفيش مشكله ده بالنسبه للامر ده. فانا بس نفسي اعرف البنت او الست اللي جايه تناغش يا ست الراجل وتخطفه، ها، وتلعب عليه عشان تتجوزوا والله، يعني شوفي تتجوز مش هتعمل حاجه في الحرام كمان. اوكي، انا عايزه اعرف حاجه، هو الراجل ده برياله؟ مش راجل شغال يمشي ورا كل واحده مثلا تناغشه؟ ما 100 واحده و100 الف ست ممكن تكون بتناغش راجل عادي جدا، سواء اعزب سواء متجوز سواء مطلق سواء ايا كان، ما ده بيحصل للاسف كتير. بالنسبه انا نفسي اعرف موقع الراجل وضعه ايه. ما هو لو راجل محترم وكويس وصح اكيد مش هيعمل حاجه في الحرام، وهيعف نفسه على قد ما يقدر، لانه المفروض ان هو اصلا متزوج بيعف نفسه. يا ستي ماشي، الراجل عافف نفسه بس هو ناقصه حاجه انت لا تعلميها والغير لا يعلمها، وارد وبيحصل كتير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع، والله ربنا مش انا،
ربنا شرع أبينا أم يعني وافقنا رفضنا اتشقلبنا قرد انا وغيري وكلنا كستات، عشان العاطفه عندنا جياشه، فممكن فعلا ما نقبلش، وكتير ما نقبلش كده حتى لو عقلنا ده مدرك، بس قلبنا مش قادر يدرك لان العاطفه عندنا جياشه. لكن ربنا شرع، وآمنا بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنا بالله عز وجل، شرع مثنى وثلاثة ورباع. ولكن مش هبل برضو، يعني في أمور لازم تكون، والبيوت أسرار. وانتوا حتى لو هنتكلم على الأهل، مهما الأهل عارفين مش هيعرفوا قد الراجل وزوجته في العلاقة ما بينهم، في حياتهم الزوجية وفي البيت اللي مقفول عليهم بين 4 حيطان مهما كان. فالله أعلم بحاله، هو محتاج إيه ولا مش محتاج إيه. المهم الراجل في الآخر مش عايز يعمل حاجة حرام. فنيجي نحكم بقى على الشخصية التانية اللي هي البنت البنوت، ولا مطلقة ولا أرملة ولا أي حاجة، دي بتخطف الراجل، دي عايزة تخرب بيت الراجل، ما في الآخر التانية هتطلب أكيد الطلاق، فلو اتطلقت مش عارف إيه، إلى آخره. هو أولا لو كان الزواج التاني والتالت والرابع خراب بيت ما كانش ربنا شرعه. فبلاش أولا وأخيرا بس نقول حاجة هنتحاسب اوريدي عليها، وحاجة مخالفة للشرع وللدين. لكن احنا ممكن نقول للراجل انت عايز تتزوج ليه، ونفهم ونحاول نشوف ونقدر. ولو هو بيستهبل او بقى هو بقى لا ده وضع تاني. الا بقى لو هو عينيه زايغه شغال بقى برياله لا مؤاخذه على كل واحده تيجي تناقشه وتيجي تتكلمه، فما هو عايز ضرب النار. احنا ليه حكمنا على الاولانيه برضو اللي جايه عين تخطف، انا همشي معاكو ماشي، ان هي بس اللي غلطانه وعايزه ضرب النار ومش بنت ناس وكذا، وان هو كده تمام. ما هو حاجتين، لا اما عينيه زايغه فبالتالي مش هيركز على واحده اكيد شور يعني، وهيبقى عايز يعمل كمان الحرام مع 100,000 واحده، لا اما هو راجل محترم وعايز يتزوج ما عملش حاجه. ده حتى عايزه اقول ان برضو ابينا او وافقنا، يعني رفضنا او وافقنا، ان اصلا كون ان هو بيفكر في واحده عايز يتجوزها زواج تاني او تالت او رابع، دي ما تعتبرش خيانه للزوجه. هي جرح مشاعر لكن ما تعتبرش خيانه. زي ما يقول لك خن، عايز يتجوز خانك، ده يا حبيبتي لما يكون بيعمل حاجه في الحرام فهو خان الله سبحانه وتعالى اولا، ثم خانك، يعني قبل ما يخونك كمان بالعقل والمنطق هو خان الله سبحانه وتعالى في الفعل اللي هو عايز يعمله. لكن طالما هو عايز يتزوج زواج شرعي متعارف عليه امام الناس، هو لم يخون الله ولم يخون حضرتك، هو جرحك اكيد طبعا. زي ما انا ممكن لما اكون متزوجه مثلا نفس الحكايه، مش هتقبل، انا عقلي متقبل الشرع والدين متقبل منطقيا، لكن انا عاطفتي الجياشه زي اي ست في الكون بتغير وممكن ما تتقبلش ده طبيعي. بس احنا دلوقتي بنتكلم في العقل، بنتكلم في الشرع، علشان احنا بقينا بنهري وبنفتي وبنقول كلام كتير مخالف مش صح تماما، وبنحرم الحلال ونحلل الحرام وصباح الفل، ونقعد ندخل في اعراض ونظلم ونعمل. فانا فكرتي النهارده وسؤالي، يعني ايه بنت او ست تخطف راجل؟ مفيش كده. وبالنسبه ليه هو ايه وضعه؟ بالنسبه ايه وضعه؟ ما احنا زي ما قلنا، هو لو راجل محترم هيعيب في نفسه، هيغض بصره، هيتقي الله، يحترم مراته غيابا وحضورا، وغياب قبل حضور. لو هي ماليه عينيه والدنيا تمام مش هيبص بره، ما طبيعي جدا. طيب في نوع من الرجاله تلاقي الست من دول لا ماليه عينينه تماما جدا ومش مقصره معاه والدنيا تمام، وايداله صوابع على 10 شمع، وما شاء الله محافظه على عياله كمان لو مخلف، والجو ده كله ومش منقصه اي حاجه. هنا بقى نقول لو فعلا يقينا عامله كل ما يجب ان تفعل، ودي خانها مش عايز برضو يتجوز عليها، لان برضو هنتكلم في الشق ده على جنب كده، هو راجل عينيه زايغه اصلا وما يستاهلهاش وما يستاهلش اصلا ان واحد يحترمه، يعني ده وضع تاني. طب لو عامله كل ده وعايز برضو يتزوج زوجه تانية، انت برضو ما تعرفش الدنيا ايه، ما نقدرش نحكم، لان برضو الزواج لازم يكون ليه شروطه وعدله، لازم يكون في عدل ما بين الاتنين، لان وارد ان قلب الراجل غير الست طبعا، وده شرع وده متواجد، وهقول لكم بالدليل ان هو يحب واحده تانية، وارد ان هو يقع في حب واحده تانية، وارد جدا. لان سيدنا النبي حضرته عليه الصلاه والسلام كان متزوج كذا زوجه وكان بيحبهن جميعا، لكن اكتر واحده حبها كانت ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها بعد ستنا خديجه، لان هو لم يتزوج على ستنا خديجه، ولكن بعد ستنا خديجه تزوج ستنا عائشه وتزوج بقيه زوجاته. هل ما كانش بيحبهم كلهم؟ بيحبهم طبعا، وبيأدي كل واجباته كزوج، وعلمنا ده حضرته عليه الصلاه والسلام، وعلم الرجال يعني ايه رجوله ويعني ايه زوج ويعني ايه حب.
فلما نيجي نشوف هنلاقي ان دايما الصحابه حتى كانوا بيرووا عن حضره النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتر ما هو حضره النبي كان بيحبها ومتعارف ان هو بيحبها. لما جم الصحابه سالوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم في مره وهم قاعدين معاه صلى الله عليه وسلم، من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. لم يخجل مطلقا ان هو يذكر اسم زوجته في وسط الرجال والصحابه، زي ما ناس كتير كمان للاسف بتخجل ان هي تذكر اسم زوجته في وسط اي حد ويقول ان هو بيحبها. لا، هو لم يخجل حضرته صلى الله عليه وسلم. وساعتها كان الصحابي بيقول له انا لست اسالك على النساء ولكني اسالك على الرجال. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر. ما رحناش لبعيد، ابوها يعني برضو ما راحش حضرته عليه الصلاه والسلام لبعيد. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويقول يا ربي لا تؤاخذني في حبي لعائشه. من كتر حبه حضره النبي صلى الله عليه وسلم ستنا عائشه. ولما حضره النبي صلى الله عليه وسلم مات وتوفى عليه الصلاه والسلام، مات في حجرها ونحرها. يعني شوفوا انا بقول لكم ايه. فسبحان الله، يعني هل معنى كده ان هو صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب كل زوجاته؟ لا. وهنا بيتعامل مش كنبي، هو كان بيتعامل كزوج، عشان ما حدش يقول ده سيدنا النبي. لا، عليه الصلاه والسلام هنا بيتعامل يا جماعه كزوج في مواقف كتير بيعلمها لنا. فمفيش حاجه اسمها الله يرضى عنكم واحده بتخطف راجل، لان الراجل مش نغه ولا عيل ولا لسه بياخد الرضا. الراجل هيحاسب زي لو هي غلطانه، هو كمان غلطان اكتر منها. طيب بالنسبه بقى للبنت اللي بيقولك ايه خطفت عريس صاحبتها، خطيب صاحبتها، دي ايه؟ دي حضرتك عشان هنا الوضع مختلف، طبعا الوضع مختلف تماما. لو هي فعلا خطفته وتسببت في مشكله بينها وبينه، برضه هنرجع نقول ان هو انسان قذر، ان هو انسان غير سوي، غير محترم، ان هو انسان يستاهل اللي خدها دي، لان اكيد هيطلعوا عين بعض ان شاء الله وربنا مش هيكرم. تسببت في جرح ووجع، وهي كمان يعني انت خاطب لسه، يعني انت مثلا مش متجوز فبتعيش الدنيا والحياه، ولو لقيت بقى مراتك مقصره مثلا او حاجات او عدم اهتمام او تغيير او اهتمت بالعيله اكتر وبدات تهمل في نفسها، او ما بقاش في تفاهم، او بعد الجواز حصل حاجه، الحاجات اللي هي بعد الجواز اتس اوكي، ممكن ندي سبب لحضرتك وممكن ندي مبرر لحضرتك ونقتنع ان انت تتزوج زوجه تانية وتحب مره تانية وكذا. لكن انت خاطب وبتحب والمفروض عايز خطيبتك دي، ما هو انت يعني مش فاهمه ايه الوضع. سيبها وبعدين سبتها ما لقيتش غير صاحبتها، وبعدين هي ما لقيتش غير، هنا بقى نقف نقول لا دي مش محترمه، هي دي مش قصه خطفت. برضو انا برضو ضد الكلمه، لا دول اتنين غير سويين غير محترمين عايزين ضرب النار. لان انا بقول لكم الاساس في حلقه النهارده، مفيش واحده بنت او ست ايا كان بتخطف راجل، يعني الكلمه دي واللفظ ده مش متاح، عشان هو مش بنغه زي ما قلنا، هو جاي بمزاجه، الراجل بيجي بمزاجه. غير كده الراجل اقسم بالله لو ملوش مزاج وشوق ان هو يروح لدي مش هيروح. لو اتنططت قرد، لو عملت ايه باللذي، لو هو ملوش شوق وملوش مزاج. لكن لو هو ليه شوق وليه مزاج وفتح الباب كمان ان هو يفعل الحرام او يفعل الشيء ده هيعمله. واحده خطفت واحده عملت، وهو بسم الله ما شاء الله الملاك اللي مركب جناحين ما بيعملش اي حاجه. لا. النقطه الاخيره اللي انا هختم بيها بقى النهارده في حلقتي، حته ايه؟ اصل ان كيدهن عظيم. يا واد يا مؤمن، يا ابني، يا سيدي الفاضل، يا اخويا، يا ابويا، سورة يوسف عليه السلام يا جماعة الخير لما ما بدأتش بكيد النساء والله، وأساس الكيد ما كانش في النساء. شوف تخيل سبحان الله، احنا بقالنا سنين كل ما اتكلم ولا يحصل حاجة من الست ولا فعل ما ولا بتاع، يجي على طول تلاقي الشباب بسم الله ما شاء الله هم مش حافظين في القرآن كله غير آية واحدة، إن كيدهن عظيم. أيوة يعني إن كيدهن عظيم، حضرتك ده في إيه؟ وبعدين الكيد ما كانش اساسا من النساء، الكيد اصله مننا كنتوا. تخيل بقى، شوف ده انا هذهلك النهارده، هختمها معاك دلوقتي في الفيديو. ما هو انت فرحان في الاول واحنا بنتكلم، انا عارفه انت قاعد مزقطط دلوقتي، دي بتتكلم كلام حلو وبتتكلم على كده تمام. لا انا هختمها بقى عشان بس ايه، ما نزعلش برضو البنات والستات اللي زمانها دلوقتي بتشتمني في السر، خلي بالكوا شتيمه حرام. طيب، فإن كيدهن عظيم دي جت في امرأة العزيز مش في أول الآيات،
سيدنا يعقوب عليه السلام لما بنيجي نقرا كده، ويا ريت نفتح المصحف بعد اذنكم اللي احنا هجرناه برضو للاسف اكتريتنا، هنلاقي في سيدنا يوسف عليه السلام لما جه وهو صغير يقول رؤيا لابوه سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف ايه؟ لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. بالنسبه يكيدوا لك كيدا دي ما عدتش هنا، لا ما تعديش، احنا دايما لا نيجي بس على طول نيجي لامراه العزيز، ست وامراه. ده بص عملت ايه في سيدنا يوسف؟ راودته عن نفسه وقالت هيت لك. وسيدنا يوسف قال ايه؟ معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، لان ده ظلم من النفس. المعصيه والزنا والفاحشه ظلم من النفس، ربنا يعافينا ويتوب علينا اجمعين. فبعد كده لما شاهد من اهلها وحكم قال ان كيدهن عظيم في الايه. نسيب بقى كيد اللي في الاول ونمسك في الكيد ده، عشان دايما برضو في الحتت بتاعت الخطف والرجاله اللي احنا مش مقتنعين بيه زي ما قلنا، واللي احنا بنقولوه ماشيين معاك اهو برضو لاخر الفيديو، يتقالك بس بصي ان كيدهن عظيم. سوسه خطفت الراجل من مراته، شوفي عملت ايه، شوفي بتسوي ايه. وفي حاجات تانية بقى كتير بقى بتتقال الجمله، مفيش حاجه اسمها كده. لو سمحتوا يا جماعه الخير ارجوكم اقرأوا، ارجوكم لما تيجي تقرأوا القرآن الكريم ركزوا، ارجعوا للتفسير. عندنا علماءنا ومشايخنا الاجلاء زي الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه، الشيخ القرطبي، الشيخ ابن كثير، وكثيرا من علمائنا الاجلاء فسروا والله القرآن واحده واحده كل يوم، ولو 10 دقايق من وقت حضرتك. لو سمحت تقولش ما عنديش وقت، لان انتوا بتقعدوا 24 ساعه على السوشيال ميديا وتقعدوا تتفرجوا على حاجات ممكن تكون ملهاش اي 600 فايده والله. فلو سمحتوا افتحوا القرآن، ركزوا فيه وطلعوا تفسير القرآن، علشان ما نعملش اللي احنا بنعمله ده بقالنا سنين في الكلام في القرآن الكريم، وحتى في الزواج الشرعي وفي كل حاجة. والله صبرنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.